السلام عليكم. تمكن عناصر الدرك الوطني لتلمسان من حجز 2 كيلوغرام و822 غرام من المخدرات الصلبة كوكايين على الشريط الحدودي الغربي للوطن، حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء بيان لخلية الاتصال المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني. وجاءت العملية التي قام بها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد المجموعة الأولى لحرس الحدود بمغنية إثر استغلال معلومات تفيد بمحاولة مجموعة إجرامية تمرير كمية من المخدرات الصلبة من المنطقة الحدودية للبلد المجاور نحو التراب الوطني وفق ذات المصدر. وسمحت عملية تطويق المكان المرتقب تهريب منه هذه السموم بتوقيف شخصين وحجز بحوزتهما 6 رزم صغيرة مغلفة بإحكام بشريط لاصق بها كمية المذكورة من المخدرات الصلبة، وحجز دراجة نارية كانت تستعمل في نقل وتهريب المخدرات وهاتفين. وقد تم تقديم الشخصين الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب العسا بتهمة الحيازة والنقل والمتاجرة بالمخدرات الصلبة، حيث أمر بإيداعهما الحبس المؤقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.